في البلاد، حيث جلس العروسان وسط كيلة شفل جاب بهما شوارع وساحات مدينة الناصرية وسط فرحة كبيرة عاشها أهل وأقارب العروسين، وخلافا لما هو متبع في أعراف الزواج وتقاليده بأن يزف العروسان في سيارة فارهة. وافق الزوجان الجديدان على أن يزفا بجرافة كبيرة تنفيذا لرغبة والدة العريس التي نذرت أن تزف ابنها الوحيد بهذه الطريقة. لأن وحيد بس هذا عندي على 6 بنات، وكنا أنا وأبوه قاعدين، فشفت هيك صورة يعني من هذا، قلت هذا ذا كبر ابني إلا أسوي له هي الزفة. فتوفى أبوه وظليت أنا وهاي، فماما ما قصروا وقالوا نحقق لك يعني أمنيتك نسويها لك، وهذا بعد الحمد لله والشكر بالشفل. والد العريس الذي توفي قبل سنوات كان قد وعد زوجته بأن يزف ولدهما الوحيد عبد الرحمن داخل كيلة شفل على غرار حفلة زفاف قديمة جرت في اليابان وشاهداها عبر شاشات التلفزة عندما كان عمر عبد الرحمن 3 أشهر فقط. أما والد العروس فكان في غاية الفرح والسعادة، وهو يتحدث عن أن مراسم زفاف ابنته جرت في أغلى أنواع الآلات الثقيلة التي يفوق سعرها أسعار السيارات الصغيرة الفارهة، وهي فرصة نادرة لن تحظى بها الكثير من البنات. أغلى آلية بالعراق الشفر ب7 شدات، يا آلية بالعراق ب7 شدات، جاي أزفها بأغلى آلية. والله هي زفة أول ما فاجئونا بها بشفل، والشفل جديد تدري بيه ما طالع، وهاي راح نزف بيه بعد، واحنا من اصدقائهم واخوانهم نريد نساعدهم بهاي الفرح. أما في بيت العريس حيث أقيم حفل الزفاف فقد تجمع الكثير من أهالي مدينة الناصرية الذين تملكتهم الفرحة والاستغراب حول آلة الزفاف العملاقة التي زينت بالزهور ليشاركوا في هذا الحدث الغريب. كما سجل حفل الزفاف حضورا لافتا لوسائل الإعلام المحلية، في حين تجمهر العشرات من المحتفلين من أبناء المدينة حول شفل الزفة أثناء تنقله بالعريسين من مكان إلى آخر وهما في كيلة الزوجية، فيما اعتذر العريسان عن الحديث إلى الكاميرا لكثرة المحتشدين من حولهما. من مدينة الناصرية أكرم ربيعي، الحرة. مبروك.